امبارح وانا راجعه من الكليه انا وبنتين صحابي حصل معانا موقف هيموتك من الضحك. قررنا اننا هنركب ميكروباص ونقعد في الكنبه الاخيره علشان محدش يضايقنا، واحنا قاعدين بنتكلم ولا على بالنا، وما كناش واخدين بالنا ان الازاز اللي ورا مش موجود اساسا. عرفنا بس لما الميكروباص اتحرك ولقينا اننا سامعين كل حاجه ورانا والهوا دخل علينا من كل مكان، وبقينا قاعدين متوترين وخايفين ان في اي لحظه حد يرزع واحده فينا بالقفا من الشباك. قعدنا نهزر ونضحك بقى علشان نلطف جو التوتر ونتخيل سيناريوهات ايه اللي ممكن يحصل. وفجأة اللي حصل مفيش واحدة فينا تخيلت انه ممكن يحصل. لقينا حمار دخل علينا بدماغه، هو حمار بجد مش وصف لبني ادم، وشه بقى بيني انا وصاحبتي كأنه داخل يسألنا فيه كرسي فاضي ولا ايه. اللي جنبي اختفت في ثانية الا ثانية، وكانت نطت على الناس اللي في الكرسيين اللي قدامنا وكان شكلها يموت من الضحك، والتانية نزلت استخبت في الدواسة وانا اتجمدت وكنت ببص له وانا مصدومة وعمالة اصوت واقول للحمار ليه كده، ليه عملت فينا كده؟ والحمار بيبص لي باستغراب تحسه مصدوم من اللي حصل وعايز يقول لنا انا كنت ماشي في حالي، انتوا اللي دوستوا فرامل.